في القرن الثامن الهجري في سنة 710 للهجرة، قام رجل من الفجار يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فسمعه أحد الصالحين قال: ماذا تقول؟ فأخذ يزيد في سب أبي بكر وعمر الشيخين رضي الله عنهما. فقام أحد الصالحين يدعو عليه دعاء، يقولون سقط أمامه، سقط وحمل إلى البيت، فانتفخت عيناه حتى كادت أن تخرج من وجهه، نسأل الله العافية. ثم مر عليه أيام يتعذب وهو مصروع، ثم تغير لونه حتى اسود فصار كالفحمة، ثم خرجت من فمه رائحة كريهة، ثم تعفن جسمه قبل أن يموت. ومر على هذه الحال 3 أيام ولم يستطع أحد من الناس أن يقترب منه، هلك بعد 3 أيام، ثم دفن حتى أنه لم يغسل. لم يستطع أحد من الناس أن يقترب منه فيغسله. إنه الموت وإنها الخاتمة السيئة لمن ظل في حياته على فجور، لمن ساء مخبره وساء جوهره، نسأل الله العافية، لمن طوى في قلبه سوء النية وفسادها والشهوات وأمراضها والشبهات والشكوك في القلب. هنا يظهر الله عز وجل سوء نيته قبل وفاته. ربما يبدو للناس أنه صالح ويظهر للناس أنه صالح، ولكنه للأسف يخفي في قلبه الفساد. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. كل نفس ذائقة الموت